الراب المغربي هذه المره رجع من جديد وصراع كبير بين بوزفلو ودومبيك. بوزفلو خرج بواحد المقطع موجه مباشره لدومبيك من بعد الكلاش ديال الشوكه اللي خرج هذه 5 ايام، ولكن هذه المره في هذا الديستراك دومبيك قصد رابور واحد اللي هو بوزفلو، وهذا الشيء من بعد مده وهما كيتجاوبوا وكيترادوا في ستوريات، وقرر البيك يخرج ديستراك وسماه شوكه وكامل موجه لبوزفلو اللي جبت فيه بزاف ديال البلانات. وفي هذا الفيديو ايضا غادي نحاولوا نشرحوا لكم الرساله اللي بغى يوصل بوزفلو في المقطع اللي حط فلاشين ديالو. يعني الكلاش الكبير باقي جاي، واللي باين من هذا التيزر غادي يكون شي حاجه واعره بزاف، وكذلك غادي نلخصوا لكم شي لعيبات من الديستراك اللي حط دومبيك. غير هو قبل خلي معاك شي لايك وشي كومونتير زوينه الاخوان، وشوف معايا لتحت الا بانت لك ديك صابوني حمراء رجعها قريب، درتيها نبداو مع الانترو. حنا دابا قدام الديستراك اللي خرج دومبيك اللي كان كامل على بوزفلو. هنا كيبان لك البيك لابس كوستيم وغرافاطه ولوشام ديال يديه ومعاه فرمليه فعلا هز الشوكه. علاش البيك اختار هذا المشهد بالضبط؟ الى لاحظتوا هاد الايام الاخرى اللي كيبان بوزفلو مع واحد السيده فرماسيان دخل عندها بزاف المرات وديما كيدير معاها لي ريل، دونك خدا داك المشهد ديال بوز كيمشي للفارماسيان بزاف ومثلو في هاد ديستراك وسماه شوكه. وكنعاود ناكد اللي غيقدر يعطي المعنى الحقيقي هو الارتيست المعني، اما انا غير كنحاول نشرح لكم. نكملوا نحاولوا نشرحوا لكم بعض الفقرات. سير رد البنادم رزقو يا الخيسيس. هنا قال بوزفلو رد البنادم رزقو يا الخيسيس. نوض فرق الورد وخذ الدواء بيس بيس. وقال نوض فرق الورد وخذ الدواء بيس بيس، حيتاش بوز فين ما كيمشي عند ديك الفرمليه للفارماسيان كيدي ليها ورده وكتعطيه الدواء. جيبوا الشوكه نوض عطيو. هنا قال جيبوا الشوكه نوض عطيو هيدوخ. ايجي ما بقى فيه حتى شي حاجه ما تشاف. هنا قال الانستغرام ما بقى فيه ما يتشاف. كان فيه الياس الماركي على ولادي كنخاف. قال حيت فيه الياس الماركي وعلى ولادي كنخاف. هنا جبد الياس الماركي وقال له ما كنخليش ولادي يتفرجوا في الياس حيتاش كيخاف عليهم على الكونتوني واقيلا ولا اللي كيقصد هنايا. بس دري جمالية ولدك راني ما بغيش، شدو صيفطو فيني تربى راني عاد لقيتو، بدا كيسب في الملك والدولة باش يبان قيصر. هنا قال السيديس جمع ليا ولدك وشدو صيفطو فيني تربى راني لقيتو كيسب في الملك والدولة باش يبان قيصر. كتكلاشيني بالخيال وانا كنرد عليك بالفاكس. هنا قال بوزفلو كتكلاشيني بالخيال وانا كنرد عليك بالفاكس. وهذا ما كان في هذه الخلاصه ديال هذا الديستراك. نمروا دابا المقطع اللي حطو بوزفلو اللي فيه تلميحات قويه وكتعني فيه ان الرد جاي بقوه. غادي نحلل ونوريكم شنو الرسائل اللي مخبيه بوزفلو في هذا الكلاش. كيف ما كتشوفوا معايا هنا في هذه الصوره اللي غايدير في المينياتور الكلاش اللي غايديروا على قبل دومبيك. هنا كيبان لك واحد العمق ديال الصوره، هنا ماشي اي صوره كدار هكاك. هنا كيبان لك 4 اشخاص، هذا هو بوزفلو، هذا باه. هنا كيبان باه هاز جنود تيبان بحال الا بغى يذبح ولده. هنا واحد الملاك كيما كتشوفوا في الصوره كيقيس في باه وتيقول ليه بحال الا حبس راه جبت لك واحد الحاجه، يعني جاب ليه كبش. القصه نيت تماما ديال سيدنا ابراهيم عليه السلام فاش كان بغى يذبح ولده وصيفط ليه سيدي ربي ملاك جاب ليه الكبش باش يذبحو ويعيد به في بلاصه ولده. هنا في الجنب ديال الصوره واحد الوليد صغير غادي يتزاد، هذا الشيء فريمون غيكون واعر. وهذا الكبش اللي في الصوره اللي هو دومبيك. فريمون هذا الكلاش غادي يكون طوب. انا بالنسبه ليا من بعد ما سمعت هذا المقطع الصغير تيقنت باللي بوزفلو مجهز شي رد اللي غادي يقلب الموازين ويقدر يبدل بزاف ديال الحسابات في الراب المغربي. جاوبوني في الكومنتيرات وخليوا الراي ديالكم وما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب. هنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى تكونوا فهمتوا تفاديا لبعض الكلمات اللي ماشي هما هذوك. كان معكم سفيان البغدادي، نتلاقاو في الفيديو الجاي. تهلاو.